الطاقوية الطاقوية جزيرة صقلية جنوب إيطاليا. أكبر مصفاة للنفط في حوض المتوسط باتت اعتبارا من الفاتح ديسمبر جزائرية 100%. مصفاة أوغوستا الواقعة بجزيرة صقلية الإيطالية أحد أكبر أقطاب البتروكيمياء في إيطاليا ستمكن الشركة الوطنية للمحروقات سوناتراك من معالجة ما لا يقل عن 10 ملايين طن من الوقود سنويا. ضخ المجمع الطاقوي لقرابة $1 مليار للاستحواذ على أصول أكبر مصفاة في أوروبا سيعزز من قدرات المجمع الطاقوي على تكرير الخام الجزائري خارج حدود الوطن، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة التي سطرتها الحكومة والرامية إلى تقليص فاتورة استيراد الوقود من خلال تكرير النفط الخام وجلبه كوقود للبلاد. وتسعى سوناتراك من خلال هذا الاستثمار الضخم إلى تكرير ما يزيد عن 85 ألف برميل من النفط يوميا في ثاني أكبر منشأة بترولية تمتلكها الشركة بعد منشأة التكرير الواقعة بسكيكدا، فيما سترتفع القدرات التخزينية للمجمع بقرابة 1,000,000 برميل من الوقود يوميا بنهائيات التخزين التابعة للمصفاة والواقعة بمدينة باليرمو الإيطالية، على أن تغطي المصفاة نحو 25% من حصة السوق المتوسطية من زيوت التشحيم. هذا وتعد مصفاة أوغوستا من بين 25 مصفاة الأحسن في العالم من حيث الصيانة والكثافة الطاقوية، حيث بدأ تشغيلها في عام 1953. تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق خط جوي مباشر بين مطار الجزائر الدولي ومطار شارلورو جنوب بلجيكا اعتبارا من 18 ديسمبر الجاري. وأفادت صحيفة إير جورنال